اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عملنا بقى معاكم فطير طريق حلو جدا. بصوا ما شاء الله كان حلو وكان جميل يفتح النفس يعني بصراحه. اولا بقى لو لسه اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي بقى لايك حلو زي كده وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتوصلكوا كل الوصفات اللي انا بقدمها لكم. وان شاء الله الوصفات تعجبكم. خشوا بقى كده خدوا لفه في القناه حلوه وان شاء الله الوصفات تعجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا كان ما شاء الله كنت بوريكم الفطير كان طري جدا وكان جميل. ينفع بقى تفطروا بيه كده الولاد هيبقى حلو جدا. تعالوا بقى اقول لكم المقادير ونسمي الله. معايا هنا كوبايه ميه ومعايا كوبايتين لبن كوبايه ميه دافيه. انا دايما لما باجي اعجن العجين بحط له ميه تكون دافيه شويه وكوبايتين لبن كله من نفس الكوبايه المعيار اللي انا عايرت بيها الميه هعاير بيها اللبن. وهنا معايا كيس خميره فوريه او معلقه كبيره لو ما عندكيش يعني الاكياس دي وعندك سايبه يبقى معلقه كبيره تمام و3 معالق كبار سكر. يبقى هنا معايا كوبايه ميه وكوبايتين لبن دافين ومعلقه كبيره خميره فوريه او كيس لو موجود عندك و3 معالق كبار سكر. وهنا معايا معلقه صغيره خل يعني عادي لو الخل زاد شويه حاجه بسيطه مفيش مشكله ونص معلقه صغيره ملح بس. واقلبهم بقى كلهم مع بعضيهم. وهنا بقى معايا كوبايه سمنه تمام. عايزه بقى تحطي نصها سمنه ونصها زيت مفيش مشكله. عاوزه تعمليها بزبده برضو مفيش مشكله يعني الطريقه اللي تريحك. عايزه تحطي سمنه بس انا هنا كنت عاملاها بسمنه بس. بس فقلبت بقى السمنه مع المكونات اللي انا حطيتها كلها. بس اهم حاجه يعني ده كوبايه اللي هو المج العادي ما تملهوش على الاخر. طبعا لان هي سايحه معايا فايه ما تعملوش على الاخر يعني. بس معايا هنا بقى كيلو دقيق. انا طبعا نخلت الدقيق اي دقيق يا جماعه قبل ما تبداوا في المعجنات لازم تنخلوه تمام. حتى لو مغلف اي حاجه برضو لازم تنخلي الدقيق. هقلب بقى الدقيق كله على المكونات بتاعتي. انت برضو ايه يعني شوفي على حسب نوع الدقيق بتاعك. ممكن دقيق بيكون مثلا بياخدش سوائل كتيره فتلاقي السوائل معاكي كتيره فايه يعني حاولي ما تخلي كوبايه دقيق مثلا تكون عندك زياده كده من بره او نص كوبايه تكملي بيها لو حسيتي مثلا ان هي محتاجه شويه دقيق تاني. بس انا هنا بقى هقلب شلت بقى الاسباتيولا بتاعتي خلاص. هعجن بقى هحاول الم العجين كده كويس. بصوا اهم حاجه العجين لازم تعجنيها من 10 ل15 دقيقه عشان يديكي نتيجه حلوه. كل ما تعجني العجين حلو بالذات يا جماعه في الفطاير كل ما بتعجني العجين حلو لما بتقعد معاكي كمان ما بتفرولش وتبقى بايته كده ومش حلوه. لا ما لما انت تعجنيها كويس تقعد معاكي حلو حتى لو قعدتها يومين و3 برضو تبقى تديكي نتيجه كويسه. بس هنا بقى انا حطيت مثلا شويه زيت صغيرين انا بس عشان خاطر ايه العجينه تفك من ايديا وهلم برضو بيها العجين وتفكي من ايدي. حطيت شويه زيت صغيرين. انا بقى هنا عجنت العجينه كان بقى لي بتاع 10 دقايق كده مثلا بعجن فيها بس انا محبتش اطول عليكم الفيديو. بس بصوا ما شاء الله العجينه طريه وجميله ومش بتلزق في ايدي خالص. يعني ايه ما شاء الله كانت حلوه جدا. وطبعا انتوا عارفين انا بحب لما اعمل عجين بعجنه مثلا بتاع شويه بتاع 5 دقايق ولا حاجه واغطيه اريحه وارجع اعجنه تاني. ده برضو بيسرع معايا عمليه العجن وبيديني نتيجه حلوه. هنا انا بقى كانت خلاص العجينه بتاعتي كانت عجنتها كويس فسبتها بقى ترتاح. غطيتها بكيس حطيت على وشها شويه زيت صغيرين وغطيتها بكيس عشان لما تخمر العجينه ما تلزقش في الكيس بتاعي. وغطيتها بفوطه وسبتها. طبعا احنا في الحر اللي احنا فيه دون خدت لها مثلا بتاع نص ساعه مش اكتر من كده. حطيتها غطيتها وسبتها على جنب او ممكن تحطيها في الفرن وتخمر معاكي على طول. بس هنا بقى انا جبت الصاج بتاعي هكور بقى اطلع ايه هطلع بس الاول منها الهواء اللي فيها واحاول ايه اعملها كور كده معايا وكلها تكون قد بعضها تمام. انا برضو ايه حاولت كده حسيت ان الاولانيه دي كانت كبيره شويه فقلت اشيل منها شويه واخليها مثلا صغيره تبقى كلها مثلا بحجم واحد. بس لا عايزه اقول لكم العجينه كانت حلوه جدا والفطير طلع معايا خطير يا جماعه والله العظيم بجد. جربوه بنفس الطريقه دي كده بس كانت حلوه بقى جدا. عايزه اقول لكم ان انا عملته وغليه حطيته في كيس وشيلته في الفريزر. وكان فيه يعني 2 فضلوا بره من اللي انا كنت مطلعه يوميهم. والله قعدوا بره يومين وكانت لسه طريه زي ما هي. يعني انا بصراحه اول مره اعمل فطير ويطلع معايا بالجمال ده طريه جدا زي ما هي. يعني انا استغربت حتى يعني. بس هنا بقى بصوا ما شاء الله كانت انا خلصت الكميه كلها وما شاء الله العجينه كانت جميله وكانت بتخمر معايا. يعني انا ما خدتش في ايدي حاجه بس كانت بتخمر معايا وانا بعملها. هنا بقى انا جبت الصينيه بتاعتي معايا. الصينيه طبعا انا عارفه ان الصينيه اللي معايا الالومنيا دي مش هتلزق فيها فما دهنتهاش
ما دهنتهاش زيت. انما لو انتي مثلا الصينيه بتاعتك عارفه ان هي هتلزق، لا ادهنيها. تمام. بص بقى بحاول ايه ابططها كده في الصينيه، على قد ما تقدري ما تضغطيش من النص، اضغطي من الحروف بس. ليه؟ عشان تطلع معاكي مظبوطه وتطلع حلوه معاكي. بصوا ما شاء الله بتاخدش حاجه، يعني عايزه اقول لكم ما خدتش في ايدي حاجه خالص، وكانت سهله جدا واتعملت على طول وكانت جميله. فطرنا بقى منها الصبح الولاد لو عايزين مثلا رايحين في حته ولا كده وعايزين ياخدوا معانا. لا كانت جميله بصراحه. هنا بقى بصوا ما شاء الله انا عملتهم كلهم. بصوا بحطها كده في قلب الصينيه. انا طبعا الصينيه بتاعتي قلتلكم انا مش دهنه فيها حاجه، ليه؟ لان انا عارفه ان هي مش هتلزق في الصينيه. تمام. بصوا ما شاء الله بحطها وبضغط بس ايه من الحروف كده، بحاول ان انا افردها بس الدوريه كده وخلاص. اهم حاجه ما تضغطيش من النص جامد علشان الفطيره ما تتبططش معاكي وتطلع رفيعه من النص. حاولي على قد ما تقدري تظبطي ايدك فيها ان انت ايه بططيها كده من الحروف اكتر وبالراحه. بس هنا انا بقى كنت عملتهم كلهم ما شاء الله. بصوا ما خدوش في ايدي حاجه. وحاولي برضو ما ترفعوهاش قوي علشان خاطر الفطيره تطلع معاكي كويسه، ولسه هي هتخمر معانا فتطلع معاكي مظبوطه في الاخر وحلوه. بصوا ما شاء الله دي الصينيه دي انا كده كده كانت بتلزق فيها الحاجه فانا عارفه، فدي بس اللي انا دهنتها ايه دهنه زيت. تمام. انما الباقيين دول انا ما دهنتهمش. ليه؟ لان انا عارفه ان الصواني بتاعتي دي مش بتلزق. بس هنا بقى انا شغلت الفرن بتاعي. انا طبعا بعد ما فردتهم كده قطعتهم الاول وبعد كده فردتهم في الصينيه وسبتها تخمر برضو شويه كمان. قعدت لها بتاع تلت ساعه مثلا وممكن اقل، يعني ما خدتش حاجه بصراحه لان الجو حر والعجينه كانت جميله فخمرت معايا على طول. بس هفردها بقى هنا في الصينيه. بصوا انا شغلت الفرن على درجه حراره 200. بعد طبعا لما خمرت انا في صاج عملته بسمسم، دهنته ميه وشويه لبن وحطيت على وشه سمسم، والاتنين عملتهم كده واتنين عملت سبتهم ساده. قلت برضو اوريكوا دي واوريكوا دي. بس بصوا بقى ما شاء الله هنا كانت خمرت ما كملتش نص ساعه وخمرت على طول. بصوا ما شاء الله كانت جميله وخمرت معايا وكانت حلوه. انا بقى هنا مشغله الفرن بتاعي، رحت حطيت بقى واحده في الرف اللي من تحت وواحده في الرف ايه يعني مش من تحت قوي، رفعته شويه عن الارضيه بتاعه الفرن والتانية حطيتها من فوق. وبعد كده بدلت بقى. تمام. ومشغله الشوايه مشغله فوق وتحت، ده لو عندك الفرن الكهربائي. انما لو عندك فرن البوتاجاز شغلي من تحت وحطيه على الشبكه اللي في النص، ولما تاخد وش معاكي من تحت روحي مشغله عليها الشوايه تاخد لون وخلاص على كده. تمام. بس هنا بقى ده الاولانيين انا حطيتهم كده من غير حاجه خالص زي ما هما. انما دولا انا حطيت على وشهم شويه ميه صغيرين وشويه لبن، دهنتهم كده بس بالراحه. اهم حاجه وبالراحه وانتي بتدهنيها بالوش بتاعها علشان خاطر طبعا العجينه خمرانه معايا ما تتخرمش منك وتطلع منها الخمر بتاعها. تمام. هنا بقى انا حطيت على وشها شويه سمسم، عايزه تحطي برضو حبه البركه عادي مفيش مشكله بتبقى حلوه برضو. بس هنا بقى بصوا عملتها وركنتها، وده برضو هعملها زيها واركنها. بصوا دي كانت ما شاء الله اول صينيه معايا. اهم حاجه المعجنات يا جماعه اول ما تطلعيها من الفرن غطيها على طول، ما تستنيش عليها، ما تسيبيهاش تقولي مثلا ايه هسيبها شويه، لا اول ما تطلع غطيها على طول. بصوا ما شاء الله انا كنت اول واحده بتستوي واطلع واغطي اغطي واحط دي على دي واغطي. اهم حاجه ان انت تسيبها. ليه؟ لما تغطيها السخونيه بتاعتها بترد تاني فبتطريها. مش بقى ممكن برضو تحتاجي ممكن لو انت عندك بخاخه مخليها للحاجات دي ترشي على وشها رشتين ميه زي مثلا ما بيعملوا في الافران، وبعد كده تغطيها وتسيبيها. بس انا بصراحه ما رشيتش عليها ميه. انا زي ما اوريكم كده حطيتهم على بعضيهم وسبتهم لما طريت مع نفسها وبردت بعدها بشويه، وبعد كده بقى ايه رحت رصاها. بصوا ما شاء الله وشها زي ظهرها كانت طريه جدا وكانت جميله وطعمها حلو جدا. يعني عايزه اقول لكم بتتاكل من غير اي حاجه من غير اي حاجه معاها، كانت حلوه جدا وطعمها خطير. بصوا ما شاء الله كانت جميله. دي برضو المسمسم يعني انا حبيت اوريكم. بصوا يعني مفيش فرق من اللي حطينا عليها من اللي دهنا وشها بميه ولبن والتانية دي طالعه طريه ودي طالعه طريه. بصوا بقى اللهم بارك كنت بوريكم بس من جوه طريه جدا. بصوا ما شاء الله يعني هي اكيد باين عليها وكان طعمها جميل. انا بقى عملتها ورحت حطيتها في اكياس وشلتها في الفريزر قبل بقى ما احتاج مثلا، لان انا كنت ما شاء الله عامله حبه كويسين يعني بس ما رضيتش اسيبهم بره. قلت وقت ما نحتاج منهم سبت بس كام واحده بره للولاد، وقلت لما وقت ما نحتاج هروح مطلعها على طول من الفريزر واسيبها شويه وتفك. لو عندك ميكروويف طلعي حطيها في الميكروويف مش هتكمل حاجه معاكي وهتطرى على طول. ما عندكيش سيبيها بره شويه وهي هتلاقيها فكت معاكي وبقت طريه وبقت جميله.
بصوا برضو كانت ما شاء الله كانت حلوه. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك متنسينيش بقى لايك حلو زي كده، ومتنسيش بقى تعملي اشتراك في القناه عشان كل الوصفات اللي انا بعملها توصل لكم. بصوا ما شاء الله كانت شكلها خطيره، عجباني جدا بصراحه، وعجبت يعني عجبت ولادي جدا. بصراحه كان طعمها جميل. بتمنى تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى هنا انا كنت بحطها في الاكياس، لان هي طبعا كانت اهم حاجه، اي حاجه لما تعمليها معجنات وهي طريه كده حطيها في اكياس وشيلها في الفريزر. لما تشيلوا الحاجه تكون طريه وتشيلوها في الفريزر، لما تيجوا تطلعوها تسيبوها تفك شويه بتلاقوها طريه معاكم ورجعت زي ما كانت بالظبط، كانك لسه كنت عاملاها. بس انا بقى شلتهم كلهم، بس كنت مطلعه طبعا ولادي دوقتهم منهم. وفطرنا بيها بقى بصراحة تاني يوم عملناها بقى مع لبن وكده، كانت حلوة جدا برضو. يعني بصوا الواحدة بنشتريها من بره ب4 جنيه، بصوا احنا ما شاء الله بكيلو دقيق، ويعني خدت لبن، بس برضو ما اللبن موجود في البيت، السمنة موجودة في البيت، هي حاجات متوفرة في البيت. بدل ما يعني انتي مثلا بتحبي تفطري بالحاجات دي انتي وولادك، لا يبقى اعملها لهم احسن ما تشتريها من بره. على الاقل ما شاء الله لما تعملي هتعملي كميه كويسه، وعلى الاقل حاجه نظيفه انتي اللي عاملاها لهم في البيت. بس بقى ما شاء الله انا حطيتهم في الاكياس وشلتهم في الفريزر. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ومتنسونيش بقى بلايك حلو زيكم كده حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.